صباح الخير، صباحكم فل وياسمين. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم دقلة وحليب فل وياسمين للناس الكل هكايا. توحشتكم برشا برشا يا البنيات، عندي مدة ما صورتش معاكم. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في خير وصحة وعافية. ان شاء الله يا رب زاد عامكم مبروك وينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة. وان شاء الله عام 2024 يطلع خير من 2023، وإن شاء الله تحققوا فيه كل أمنياتكم. وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم وكل واحدة طالبة الذرية إن شاء الله يا ربي يعمر حزامك ويرزق كل مشتاق. وربي يعطيكم على قد قلوبكم الناس الكل كيا. الفيديو هذا يا البنات حضرت معكم عشاء ليلة رأس العام، عشاء ودعنا به 23 وفرحنا بال24. ان شاء الله يا ربي وصفاتي لليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربوها يا البنات. راهي وصفات سهلة وبنينة بصراحة، ما نحكي لكمش عليها. في زادة ما يحضروا ما ياخذوش برشا وقت. هنا خذيت حوتة كبيرة. حاشاكم انا عملت انا ديما كل راس عام لازم نعمل فيها الحوت السمك يعني. ما نعملش دجاج وما نحبش هاك الحاجات الاخرين، نحب هكا حوت نزين بيها الطاولة وتتلم عليه اللي مش يكون موجود بحذايا، فهمتوا؟ انا سناء خويا كان بحذايا، عدى راس العام بحذايا. بصراحة تعديت سهرية تهبل. ما نحكي لكمش حتى على الماكلة جات بنينة تهبل. ان شاء الله يا ربي وصفاتي تعجبكم والفيديو يعجبكم وينال استحسانكم. اول حاجة كما قلت لكم يا البنات، خذيت الحوتة هذه غسلتها بالباهي بالباهي، ومن بعد لك شقيت على ثلاثة، وخذيت الطبق متاع الفور فرشت عليه من لوطة بابي ألمنيوم، ومن بعد لكي حطيت عليه الورق الزبدة هذا ورق الفرن، وحطيت الحوتة متاعي ومش نفوحها مش نفوحها بالثوم. تقريبا مغرفة كبيرة متاع ثوم. آه رحيته والكوليكاية، ومن بعد ليكاية حطيت عليها شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية سكنجبير، شوية كركم، وشوية كمون، وحطيت معدنوس وزيت نباتي، وخلط المكونات الكل مع بعضهم، وفوحت بهم الحوتة. هذايا هو اللي حطيته في البهارات. بصراحة البهارات الذومية يزيدوا يعطيوها بنة على بنة. فما شكون اللي ما يحطش راهو، فما شكون يحط جيست ملح وفلفل أكحل هكا هاو. اما جربوها بالفحات هذيا وشوفوا البنة متاعها. اول حاجه مش نجيب هكا شقوقه كميه متاع الحوته، ومش نبدا نعمر فيها هكا بالفحات باش حتى الحوته من داخل تتفوح واللحم متاعها يولي بنين. فوحتها هكاكا من الجناب الاثنين، ومن بعد لكي مش نغطاها قبل ما ندخلها للفور بالطبيعة. انا لهنا عملت الحوتة الكبيرة قبل كل شيء، ومن بعد لكي عملت معها حوتة يقولوا لها لا اله الا الله محمد رسول الله. سمكة البلم تقريبا، البلم. فوحتها زادة بالباهي. سمكة البلم هذه أنا نعملها لولدي. قالوا باهية للنطق، خاطر أنا ولدي يعني توا تقريبا 4 سنين ونص ومازالك ما يتكلمش برشا برشا، يعني يدوب كلمات وكهو، يعني باللي نعملوا معاه والكل. الحمد لله يا رب، يعني في تحسن وقاعد يتكلم والكل. أما مازال مازال يعني تحب له شويه وقت. فقالوا لي وكلوا الحوت هذايا البلم، راهو يعاون برشا. ننصحكم به يا البنات. انا بصراحه ملي بديت نوكل في ولدي ما شاء الله، يعني بدا فما تحسن والله اعلم. يعني كل شيء توا هو بيد الله، وكل شيء يعني من عند ربي كما نعرفه. اما نمشوا بالاسباب، يعني ناس قبل قالك وكل البلم وطينتق. الحوت هذه هي سمكة البلم، هذه اللي توا أنا نفوح فيها. والسمكة هذيك الصغيرة يا البنات نغسل في الكالامار. يا أخي لقيتها محشية في اللحدة متاع الكالامار يعني. ما لوحتهاش، غسلتها ونظفتها واني شويتها. توي كي هذومية يعني الحوتات هذومية ثلاثة. الكبيرة زاد حطيت فيها ترونشات هكا متاع قارص، ومش نلهوثهم بالباهي بالورق الزبدة. ومن بعد لك مش نعاود نغطاها بالبابي ألمنيوم، ومش ندخلها للفور لين يطيب في عاقله. انا حطيته
على درجة حرارة تقريبا 140، وخليتها على راحتها على قد ما تقعد في الفور. ما يهمنيش فيها يعني لين التيب. انا عطيتها وقتها في التياب خاطر بديت على بكري، عطيتها وقتها باش تطيب على راحتها. غطيتها بالباهي ودخلتها للفور. وطويكية مش ننتقلوا للطبق الثاني، مش نعملوا طبق بصراحة بنين برشا. الوصفة هذه أنا ديما كل ما نمشي للريستوران بتاع الحوت لازم باش ناخذها، اللي هي الكريفات بالثوم. بصراحة بنينة بنينة بنينة، ما نحكي لكمش على البنة متاعها. وطريقتها زادة سهلة، وما تشدش الوقت. راهو يا البنات احنا نعرفوا يعني الكريفات ما يشدش الوقت في الطياب متاعو. اول حاجة خديت الكروانة متاعي مش نطيب فيها، حطيت فيها شوية زيت، وما تتحطش فيها برشا فحات. حطيت الكريفات هنا غسلته، تنجموا راهو تنحيوا له جيست الراس نتاعو وتخليوه بالقشور، والا تنظفوه وتخليوه كيكه بالراس نتاعو الكوليكيه وتطيبوه، راهو يجي زاد فيه بنه ماشي عادي. انا بصراحه قشرته المره هذه، ما حبيتش نعمل لك يعني برشا وسخ فوق الطاوله وكوليكيه. قشرته وارتحت عليه، يعني اللي يجي يهز ياكل وكهو. عصرت له كمية ثوم محترمة، كنقول لكم محترمة محترمة، تقريبا مغرفة ونص كبار معبين بالثوم. رحيتهم وقليتهم مع الكريفات، وخليته زاد يطيب على نار مهيلة. راهو الماكلة متاعنا كيف نطيبوها على نار مهيلة راهي تجي بنينة ما نحكيلكمش. أصرت كما قاعدين تشوفوا يا البنات في الثوم، وحطيت لها شوية ملح، يعني تقريبا ربع مغرفة صغيرة متاع ملح، خاطر الكريفات يبدا فيه يعني فيه الملح مالح، فما نحطوش برشا ملح باش ما تجيناش مالحة. انا حطيت جيست شوية ملح، وطوي كي نحط لها المعدنوس ونخليها تطيب في الماء هذاك اللي يسيبوا الكريفات، راهو ما نزيدوهاش ماء، مش تطيب في نفس الماء اللي يعني اللي خرج من الكريفات هكا هاو. طوي كان مش نغطي عليها ومش نحطها على جنب ونخليها تطيب على راحتها، ومش نتعداو بالطبيعة للطبق الثالث اللي هي كمونية بالكالامار بطريقتي انا. فما اللي عملها بالطريقة هذه، فما اللي ما عنده طريقة أخرى. طريقتي أنا حطيت بصلة صغيرة ماش كبيرة، قصيتها جويدة على الآخر، حطيت عليها شوية زيت نباتي، مش نقليها بالباهي لينك البصل هذاك يذبال. ومن بعد الكية مش نعصر عليها الثوم، ومش نزيد نقليها مع الثوم. الوصفات الثلاثة اليوم برعاية الثوم. عصرت لها زادة تقريبا مغرفة صغيرة معبية مكومة بالثوم، وقليتهم مع البصل وخليتها هكاكا. ومن بعد لكيه مش نبدا نقطع في الكالامار متاعي. انا هذايا يقولوا له بيبي كالامار، اكل كالامار صغير ماهوش اكل كبير. قسيته ترونشات وحطيته وخليته يتقلى مع البصل والثوم. قولوا لي يا البنات شنو عملتوا في راس العام، كيفاش تعدي لكم ليلة راس العام، وشنو عملتوا شنو احتفلتوا. بصراحة لهنا كانت فما أجواء ماهيش عادية بصراحة، كيف الفرشيك وكل الأجواء. طلعنا لبرا، راجلي خذاه هكا شوية فوشيق قال نعملوه للطفل، عملناه بصراحة كان فرحان بيها. ولدي مش نورمال. لهنا يا البنات قطعت الكلامار متاعي وخليته هكاكا يتقلى. طوي كيا مش نفوحه، مش نحط له شوية ملح وشوية فلفل أكحل، شوية كمون، شوية كركم، وشوية سكنجبير، كي نفس الفحات اللي حطيتهم في الحوتة الكبيرة فوحت بهم الكلامار. من كل حاجة نحط طريف طريف، يعني تقريبا نصف مغرفة صغيرة، ما نكثروش خاطر الكمية بتاعي أنا صغيرة، يعني ما عملش كمية كبيرة. اللي مش تعمل كمية كبيرة بالطبيعة مش هتزيد في الفحات متاعها. يعني كما قلت لكم حطيت ملح فلفل أكحل كركم سكنجبير وكمون، وحطيت مغرفة صغيرة متاع فلفل أحمر وطماطم معجونة تقريبا هكا مغرفة ونصف طماطم معجونة. مش نقليهم هكا شوية مع بعضهم، ومش نحط لهم شوية ماء، تقريبا فنجان يعني فنجان تاي متاع ماء،
ونخليها تطيب على راحتها على نار مهيلة، ونخليها لين تطيب على الاخر. هذم هما الوصفات اللي عملتهم اليوم يا البنات. بصراحة طريقتهم سهلة وبسيطة، وما نحكي لكمش على البنة. هذا الكالامار بعد ما حضر زينته هكا بشوية معدنوس، هذيك شوية هريسة عربي عملها خويا معاه وجابها، هيك الحوت الكبيرة ومعها البلم، وزدت عملت سلطة خس والكريفات كيف حطيته وزينته بالمعدنوس. وبصراحة كانت عندي كعبة دورادة أنا طلعتها قبل بنهار على أساس أنا مش نعملها عشاء، يا أخي ما عملتهاش، وليت طيبتها زادة في ليلة رأس العام. وبالطبيعة حطيت المشروبات والخبز وكل كي، وهذه هي السفرة متاعنا متاع اليوم متاع رأس العام. وإن شاء الله يا رب عامكم مبروك الناس كل كي، وينعاد عليكم بالخير والصحة وهذه السهرية متاعنا يا البنات. عملت هكا شوية بطاطا حلوة معها خبزة قطو وشوية هكا مكسرات، ويا ربي أدمها نعمة واحفظها من الزوال، وإن شاء الله عامكم مبروك الناس كل هكاية. هذا هو الفيديو متاعي متاع اليوم، إن شاء الله يا ربي يعجبكم، وبالطبيعة ما تنسونيش بالجيم والشير والاشتراك.